السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الصحه، لا نتوما لا وليداتكم ولا العائله ديالكم. بعد المناسبه غادي نصاوبكم قريشلات ولا الكعك المقرط الصغير، كله كيفاش كيسميه. ودابا قبل ما غادي نبداو غادي نصليو على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. غادي ندوزو مباشره للمقادير. المقادير ديالو بساط، في اي بيت موجودين. عندنا واحد الرشه ديال الملحه كيف ما كتشوفوا قصريه، وعندنا واحد كاس ديال سنيده، وواحد الكاس ديال المزهر. اللي ما كيبغيش المزهر بلا ما يضل يدير مزهر يعوضوه بالماء. مع غادي ندير 2 كيسان ديال الماء، واحد ديال المزهر وواحد الماء عادي. اللي ما كيبغيش المزهر يضيفهم بجوج بهم ماء، ولا تقدروا تعوضوه بالحليب ولا داكشي اللي بغيتو نتوما كتقدروا تعوضوه به. بالنسبه اللي ما كيبغيش النكهه ديال المزهر، وعندي واحد 3 المعالق ديال العسل. كتضيفوا كاس ديال سنيده و3 المعالق ديال العسل، لان العسل كيعطينا واحد التقرميشه للكعك ولا للقريشلات. الا بغيتو الكعك يجيكم مقرمش ويجيكم محمر بزاف، هو كديروا فيه العسل. الا كانت عندكم هي معلقه ديال العسل كافي، بكاع ما تضيفوش كاع حتى 3 المعالق، ما تضيفوهمش. معلقه ولا جوج ولا داكشي اللي كان عندكم. دابا غادي نحركوا داك الماء وداك العسل وداك السكر ومزهر. ضروري كنحركوا حتى تذوب داك السكر. حاولوا تيبقى لكم غير الماء كيبان، ما يبقاش السكر. غادي نضيف كاس ديال الزيت. بعد ما عاوتاني ضفنا داك الزيت غادي نحركوه حتى يتخلط لنا الزيت مع الماء، وغادي نضيف واحد 2 المعالق ديال الجنجلان محمر. ضروري دوزوه في المقله يتحمر باش كتعطيكم ديك التكرميله وكيطلق المذاق ديالهم. وعندي 2 معالق ديال النافع وحبه حلاوه مخلطين ومطحونين، ماشي طحناهم حتى حصلنا على واحد الخليط اللي رطب، راه غير قرشنا داك الحبه حلاوه والنافع. درنا دابا 2 معالق. ما حد ضفتهم شويه بكري هما كيطلقوا دوك النسمه ديالهم، ولا الجنجلان ولا حبه حلاوه ولا النافع في وسط داك الماء وداك السكر. ودابا تدريجيا غادي نضيفوا الطحين. عندي كيلو الا ربع ديال الطحين، ولا نتوما على حسب الخليط ديالكم. وعندي كيس ديال الخميره. بعد ما ضفنا زلافه ديال الطحين ولينا ضفنا كيس ديال الخميره والطحين، غادي نضيفوه بشويه بشويه، حنا كنخلطوا حنا كنضيفوا. درت الدفعه الاولى وغادي نخلطها حتى نحس بها تخلطت، وغادي نزيد الدفعه عاوتاني الثانيه. ان هاد الكعيكات ولا القريشلات ما كيبغوش يجيو قاصحين بزاف، وما يبغوش عاوتاني العجينه ديالهم تجي مطلوقه بزاف. راه كيف ما قلت لكم، راه الخليط ديالي هز لي كيلو الا ربع ديال الطحين. حنا كنجمعوا في العجينه وكندلكو فيها بشويه بشويه، لان واخا تدلكوها ولا راه ما كتطلق لا زيت لا حتى شي حاجه، ولا تقرد معكم، راه كتولي العجينه رطبه كيف ما بغيتو كديروا لها. خلينا العجينه ارتاحت على ما وجدنا الطاوه ووجدنا باش غادي نقطعوا داكشي، ورجعنا للعجينه. بعد ما كترتاح واحد شويه كنرجعوا لها واخا واحد 2 دقائق ولا 5 دقائق ولا داكشي اللي كاين. غادي نقطعوهم مرصوبات صغار، وعاد ديك الساعه نبقاو كنلويو على حسب الوصله ديالكم اللي غادي تلويو فيها العجينه ديالكم. كتقطعوا المقدار اللي بغيتو نتوما على حسب البلاصه اللي كتخدموا فيها. فاش غادي تسرحوا العجينه ديالكم كتقطعوهم، تقدروا تقطعوهم حتى اكثر باش كتقدروا تحكموا في العجينه ديالكم. ولويو العجينه ما حدكم كتلويوها كيف ما قلت لكم. رطبه العجينه راه ما كتخافوش منها، ما كتغرد معكم، ما كتفرع ما حتى شي حاجه. العجينه اللي كتغرد معكم ولا كتبقى هكا العجينه كتفرع معكم، راه كتكثروا لها الدهنيات بزاف ولا كتقصحوا العجينه. شحال ما كانت العجينه رطبه شحال ما كانت كتكون الخدمه سهله معكم. تبارك الله، راه كلشي كيعرف يدير الكعيكات. بالنسبه كنبغيو نشركوا الطريقات ولا بالنسبه للمبتدئات، انا درت معكم الطريقات ديال واحد اول مره يصاوبهم. دابا بعد ما برمنا العجينه سرحتها فوق القاعط اللي غادي ندخل الفران. فوق منه غادي نقطع باش ما نضلش نهز من هنا ومن هنا باش ما يضيعليش الشكل ديالها. جبت واحد بيضه طربته مع واحد شويه ديال الخل وغادي ندهنهم. غادي نديرو الجنجلان من الفوق. داكشي كيبقى لكم اختياري، بغيتو تضيفوهم بلا جنجلان بلا حتى شي حاجه كتقطعوهم وكتضيفوهم كيف ما هما. الجنجلان كيعطيهم واحد شويه ديال التزيين وصافي. دابا غادي نقلبهم مع الجهه الاخرى باش غادي نحربلهم كاملين في الجنجلان ونزيدهم الجنجلان وانا كنحربل. راه ما كنقطع لا بمقص لا حتى شي حاجه، راه ضروري ملي كتكون العجينه خضراء ما كتكونش طايبه كنقطعوا بموس ولا كنقطعوا بلاستيكه ديال الحلويات ولا شي حاجه قراده عندكم ماضي كتهبطوا عليهم بها باش كتجيكم سهله في التقطاع.
ان ملي كتمشيو تقطعوهم بالمقص وما كيكونوش طايبين الطيبه الاولى راه كيلصقوا لكم في المقص. بغيتو تسهلوا عليكم القضيه كتدخلوهم هكا محربلين حتى كينشفوا في الفران وكتخرجوا عاد كتقطعوهم بالمقص. انا ما بغيتش ندير معكم جوج خدمات، درت معكم خدمه وحده فيها صافي. كيجي معكم هاد الكعك كيجيكم معكم ساهل، ما كديروش جوج خدمات كيف ما قلت لكم، كديروا خدمه وحده كتقطعوا كتسرحوا العجينه وكتدخلوها نيت في نفس الورق ديالها، ما كتبدلوها ما حتى شي حاجه باش ما كيتبدلش الشكل ديالها. راه ما حدكم كتقطعوا نتوما كتبعدوا العجينه على بعضياتها، حتى ملي كتكونوا هكا مدريين عليهم الجنجله راه ما كيخليهمش يلصقوا. ما حدكم نتوما كتقطعوا والجنجلان كيدخل ببعضياتهم وانتم كديروا هكا الجنجلان في الوسط حتى كتقطعوا وتساليو وتولوا عاوتاني ديروا شويه ديال الجنجلان. هي كيف ما كتشوفوا العجينه راه رطبه وفي نفس الوقت راه ما كتلاصقش، راه هي ملي كنديروا ندهنوهم بالبيض اللي كيتلاصقوا. بالنسبه لي ما كنتوش ضايفين البيض راه ما ديروا لا الجنجلان لا حتى شي حاجه وما كيلصقوش، واخا كتقطعوهم هما قراب راه ما كيتلاصقوش. غير البيض اللي كيخليهم يتلاصقوا واحد شويه. دابا غادي ندخلوا الطاوه للفران. احسن حاجه يكون الفران شاعل من الفوق ومن التحت وتكون ناقصين العافيه، تكون العافيه مهيله، يكون الفران سخون وتكون العافيه مهيله. بعد ما حربنا عاوتاني الكميه اللي بقات نتوما غادي ندهن واحد الدهنه خفيفه بالبيض وغادي نتاوما نقطعهم بنفس الطريقه. حاولوا ملي تكونوا دهنوا البيض تحكموا فيهم ما دهنوهمش بزاف باش ما يهبط لكمش البيض من الجناب ويرفدوا لكم الجنجلان بزاف وبقاو يتلاصقوا ليكم. ديروا لهم واحد الدهنه خفيفه وواحد الرشه خفيفه ديال الجنجلان. راه كيف ما كتشوفوا ساهل الخدمه القريشلات ولا الكعكات، ان من اول تجربه راه تقدروا تصاوبوهم. والصراحه ملي كتخدموهم في الدار كيطلع الثمن ديالهم رخيص على تشريوهم من الزنقه وتصاوبوهم في الدار كتخرج لكم واحد الكميه كبيره وكتعرفوا شنو صاوبتو نتوما وشنو درتو ما فيهمش شي حاجه نيت. بعد ما تخرج الطاوه الاولى والثانيه من الفران غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. الصراحه اللي كيجي زوين بزاف وكيجي مقرمل، راه كيف ما قلت لكم كيعطيها التحميره العسل زوينه بزاف الكعك. واخا ديروا غير معلقه ديال العسل كافيه وكتبقى فيهم ديك التقرميله واخا مده طويله كتبقى معاهم واخا حتى شهر ولا شهرين كيبقى معكم على ما هو. ان اي حاجه بغيتوها تجي مقرمله حاولوا تضيفوا فيها واحد المعلقه ديال العسل ولا جوج ولا داكشي اللي عندكم. العسل بالسكر راه كتكون موجوده في اي بيت. ونتمنى تعجبكم الطريقه ديال القرشات اللي صاوبت معكم اليوم ولا الكعكات ولا كيف ما كتسميوهم نتوما. وبشركم مبروك بهذه المناسبه هذه وخليتكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. وجربوا القريشلات اللي صاوبت معكم ان الصراحه كيجيو زوينين بزاف واحسن حاجه تصاوبوهم في الدار احسن ملي تشريوهم من الزنقه. كيخرجوا لكم واحد الكميه اللي كبيره وكطيبوهم نتوما كتحكموا في طيابهم كتحكموا في المقادير ديالهم كتعرفوا شنو درتو فيهم وكيجيو مقرملين كيف ما كتشوفوا كيجيو طايبين كيما الداخل كيما برا. ما تخافوش منهم. بسلام عليكم.